اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل بقى النهارده صينيه كيكه حلوه قوي. هنعملها في الخلاط بطريقه سهله بدون مضرب، مش هنستخدم مضرب ولا هنستخدم اي حاجه. طريقتها سهله جدا ومبتاخدش معاكي 10 دقايق. اول حاجه طبعا انا هنا طلعت صينيه الكيكه من الفرن وسبتها بردت، يعني انا بمسكها وهي دافيه معايا. طبعا كل الكيكه ما تسيبيها تبرد كل ما تبقى متماسكه معاكي وتبقى حلوه. فانا هنا كنت ماسكاها وهي دافيه، فالكيكه طبعا بنسيبها تبرد تماما وبعد كده بنقطعها ونطلعها من الصينيه، عشان لو طلعتيها وهي سخنه بتبقى بتفرول معاكي كده وما بتبقاش متماسكه وحلوه. اول حاجه هنا معايا المكونات، معايا 4 بيضات، انا مستخدمه بيض بلدي، معايا فانيليا، معايا كوبايه كبيره من السكر، طبعا انا هستخدم كوبايه ونص، يعني هحط الكوبايه وهحط نص كوبايه. معايا هنا تلت كوبايه من الزيت، معايا نص كوبايه برضو تلت كوبايه من السمنه البلدي، ومعايا الدقيق اللي انا هستخدمه، هاخد 3 كوبايات دقيق، ومعايا بيكنج باودر. طبعا هستخدم كوبايه ونص كمان من اللبن، بس اللبن هحط بدل السكر، يعني هحط السكر ومكان الكوبايه بتاعه السكر هحط اللبن، كوبايه ونص من اللبن. هجيب طبعا عندي الخلاط هنا بيبقى سريع جدا وبينجز معاكي الوقت. فهجيب 4 بيضات. طبعا لو هتستخدمي بيض ابيض الكبير استخدمي بيضتين كفايه، انا مستخدمه بيض بلدي عشان كده استخدمت 4. انما هتعملي البيض الكبير استخدمي بيضتين بس. هحط طبعا كوبايه اهي ونص من السكر، مليت نص الكوبايه وحطيتها كوبايه ونص من السكر. هحط عليهم بقى شويه فانيليا، يعني حوالي كده معلقه صغيره من الفانيليا. انا يعني هنحط كام نقطه، يعني حوالي معلقه صغيره من الفانيليا. بعد كده هبدأ هضرب البيض مع السكر مع الفانيليا. هضرب البيض كويس قوي لحد لما البيض كده يدوب في وسط يعني السكر يدوب مع البيض، وما يبقاش عندك كده حبيبات من السكر، يعني بضربه لمدة دقيقة. تمام. هبدأ بقى ان انا هحط بعد الضرب هحط طبعا تلت كوباية من الزيت وتلت كوباية من السمنة البلدي. طبعا ممكن نحط زيت بس، ممكن تستخدمي سمنة بس انا بحب احط الاتنين كده مع بعض بيدوا هشاشة للكيكة. هحط بقى هنا في نفس الكوباية اللي عيرت بقى السكر هحط كوباية ونص من اللبن. حطيت كوباية وهنا دي معايا نص كوباية، كوباية ونص من اللبن. هضرب بقى المكونات كويس قوي في الخلاط برضو لمدة دقيقة، وبعد كده واحنا بنضرب هنبدأ نجهز هنجهز الدقيق في الناحية التانية، يعني هجيب بولة وهبدأ اجهز فيها الدقيق معاكم. هوريكم بقى الخليط وهو بيتضرب، طبعا هضربه لمدة دقيقة لحد لما يعمل معايا فقاعات كده من على الوش. هجيب بولة بقى في نفس الكوباية او المعيار اللي انا عايرت بيه السكر، هنعاير 3 كوبايات من الدقيق. تمام. طبعا انا بحط الدقيق هنا بالمعلقة عشان الكوباية اخدت معايا حوالي من 5 معالق دقيق ل5.5 على حسب الكوباية اللي انت هتستخدميها او المعيار اللي احنا هنستخدمه. اهم حاجة الدقيق، اهم حاجة اللبن يبقى قد السكر، هنستخدمي كوباية سكر يبقى هنستخدم، طبعا انا عاملة مقاس صينية متوسطة، ولا هي الكبيرة قوي ولا الصغيرة، انا عاملة مقاس صينية متوسطة اللي هي مقاس 26. تمام. فعشان كده انا حاطه كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من اللبن عشان انا عامله مقاس كبير شويه. هحط بقى 3 كوبايات من الدقيق، هننزل باول كوبايتين الاول، حطيت اول كوبايه ونخلتها، ودي تاني كوبايه لازم ننخل الدقيق. ونستخدم نوعيه دقيق كويسه عشان الكيكه تطلع معاكي هشه وحلوه. طبعا انا مستخدمه هنا دقيق فاخر اللي هو بيبقى استخراج 72%. طبعا الدقيق انا هنخل اول كوبايتين وبعدين هحط عليها المكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط. هحط هنا معلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني معلقه كده هرميه من البيكنج باودر. تمام. وبعد كده هبدا ان انا هقلب الاول البيكنج باودر مع الدقيق بالمضرب. طبعا انا حطيت دلوقتي كوبايتين دقيق بس، هضربهم مع الخليط وبعدين هرجع هحط الكوبايه الاخيره في الاخر عشان الخليط معاكي يبقى ناعم وما ياخدش وقت معاكي في التقليب. فحطي اول كوبايتين وقلبيهم كويس قوي وبعدين انزلي بالكوبايه الثالثه.
هستخدم بقى المضرب اليدوي، وهبدأ ان انا ايه هقلب الكوبايتين دقيق مع الخليط بتاع الكيك كويس قوي، عشان الدقيق يدوب معايا في الخليط بسهولة. وبعد كده هنزل بالكوباية التالتة من الدقيق. طبعا لو حابة القوام الكيكة يبقى تقيل شوية، ممكن نزود على ال3 كوبايات معلقة او معلقتين من الدقيق، مفيش اي مشكلة. طبعا على حسب نوع الدقيق، انا مستخدمه دقيق بيبقى ناعم شويه، ف 3 كوبايات بالنسبه لي حلوين، لان انا بحب الكيكه تبقى هشه ما تبقاش تقيله معايا. تمام. هنا بقى نزلت بالكوبايه الثالثه، حطيت نصها برضو، وهقلبه كويس لحد لما يدوب معايا ويختفي الدقيق معايا تماما. وبعد كده هنزل باخر نص كوبايه، يعني اخر كوبايه اللي هي الكوبايه الثالثه قسمتها نصين. حطيت بقيه الكوبايه الثالثه اهي، وهقلبهم كويس قوي لحد لما الخليط يبقى متجانس معايا زي ما انتم شايفين اهو. الخليط كده بالنسبه لي حلوه قوي، وبتطلع هشه وطريه وجميله. لو انت حابه تتقلي المقدار شويه، ممكن نزود معلقه او معلقتين، تطلع معاكي الكيكه تقيله شويه. تمام. طيب هبدا بقى، هجيب هنا صينيه متوسطه زي ما اتفقنا، صينيه حوالي مقاس 26، وهبدا ان انا هجيب معلقه من السمنه. انا بحب ادهنها سمنه مش بتحتاج دقيق، بتدهنيها بس سمنه من على الحروف كده، من على الجوانب الصينيه ومن تحت، وتبداي تحطي عليها الخليط على طول. طبعا قبل وانا بجهز الدقيق والبيكنج باودر عشان احط عليه الخليط، بشغل الفرن على درجه حراره 180، وبحطها على الرف اللي في النص على السلك. تمام. بخلي الفرن يسخن قبلها كده بدقيقتين 3، وبعدين ادخل الكيكه وهو الفرن سخن. لازم ندخن الكيكه وهو الفرن سخن عشان ما تهبطش معاكي وتعلى وتبقى حلوه. ببدا بقى ان انا بتكها كده على الرخامه كويس قوي، عشان تطلعي اي هوا فيها، يعني اي هوا في الكيك. بعد كده ببدا ادخلها الفرن، طبعا يبقى سخن معايا، بحطها على الرف اللي في النص على السلك، وبشغل الفرن من تحت. يعني على اول تلت ساعة بشغل الفرن من تحت. اول ما تاخد لون من على الحروف وتبدأ تاخد لون من فوق، ببدأ بقى اشغل الفرن من تحت، اللي هو الشواية من فوق. بشغل الشواية من فوق في اخر 5 دقايق بس، اشغل الشواية من فوق بس. وبعد كده بتاخد معايا حوالي بالظبط في الفرن، من تاخد معاكي من نص ساعة، او ممكن تزيد على 5 دقايق او تقل على حسب طبعا الفرن اللي انت هتستخدميه، بس هي بتاخد في الحدود بالظبط يعني نص ساعة. واطلعها من الفرن واسيبها تبرد تماما، وبعد كده ابدا ان انا اقطعها واطلعها من الصينيه. يا ريت بقى لو وصلتي معايا الفيديو لحد هنا، متنسيش تعملي لايك للفيديو، تعملي اشتراك في القناه لو اول مره تشوفي قناتي. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.